شفتوا الست دي متضايقه من مرات ابنها علشان بتعمل ايه؟ شوفوا كده. الشنطة دي أنا مش بحوشها عشان أبيعها، لا. انتوا طيبين قوي. أنا ما بعملش كده. أجيب ليه يعني؟ أنا بحوشها طول الشهر عشان أعرف اتهلك من بيت الولا إيه. ماشي؟ مش عايزة أجيب عشان ما تبقاش إعلان، دي حاجة ساقعة. ماشي يا حبايبي؟ دي حلاوة بالشوكولاتة. ماشي؟ وكمية أزايز زيت، وده كهني معطر الغسيل، جايبة لي معطر الغسيل معرفش ليه. جايبة الإزازة دي ب 35 جنيه. ماشي؟ وطبعا الحاجه الساقعه هي نخرة كنزات. ده انا محوشاه في مدار الشهر اللي انتوا شايفينه البلاوي دي. ليه بقى؟ عشان لما ان شاء الله باذن الله يعني من اذن الله، مش عايزه اقاطع، لما ابني يطلقها يبقى نجيب الناس كده ونشاهدهم على. انا طبعا محوشه على السطوح كمان يا ولاد، وكاتبه على كل كيس شهر كذا شهر كذا شهر كذا شهر كذا، عشان نبقى عارفين لما ابني ان شاء الله يطلقها كده من غير مقاطعه، يبقى نوري كده قدام الناس، كده قدام المأذون وقدام الناس البلاوي دي كلها. ماشي يا حبايبي؟ نقول ده شهر 1، ده شهر 2، ده شهر 3، الاستهلاك ده كله. الاستهلاك ده بتاع اكتر من 1000 جنيه، عشان تعرفوا التبتر والقرش اللي بيصرف، وماشي الراجل يشقى ويتعب طول النهار وهي عماله تتمتع. ده في يجي 20 ازازه زيت. ماشي؟ ده كل ده استخدام ايه؟ بتجيب دلوقتي ازازه زيت تحت باطها وتطلع من ورايا مخبيه ازازه زيت عشان بحسب عليها دلوقتي ازازه الزيت. وغير الكنزر، الحلاوه بالشوكولاته، ده حلاوه في بطنك يا بعيده، ان شاء الله يجي لك وجع في صدرك. كل شهر بكتب على الازازه ده شهر كذا وشهر كذا، عشان ان شاء الله يعني باذن الله ما بتقطعوش. وبص اجيب لكم كل واحد حاجه حلوه لما تتطلق، ابقى اوري للناس كده ابني كان بيعمل لها ايه. ما حدش يقول لي بتاعت الاندومي وبتاعت الكفته، احنا ما بنقتلش، احنا ناس كويسين. انا اللي لافت نظري في الحوار ده ازازه الزيت، وبتخبيها كمان وهي طالعه. ما شاء الله الزيت عندكم من الرفاهيات. هو انتم بتشربوه ولا ايه؟ على كده بقى لو شافت كميه الكنزات اللي بشربها في الشهر هتطالب باعدامي في ميدان عام. ابعتها له.